تمام. سؤال من برضو واحد متابع لنشاطك اسمه معتز الدمرداش، تعرفه؟ انت كصاحب قناه، انا راجل كاعلامي يعني، انت ايه مدى تدخلك في محتوى اللي بيتذاع على شاشه الاون تي في؟ انا ما اتدخلش على الاطلاق يا معتز، انت عارف، ممكن تسالهم كلهم يعني. ما انا هسالهم يعني اسالهم، ما انا هسالهم، بس اليومين دول في كلام على ان الاعلام منفلت، وان الاعلام ممكن بيولع في معارك في الشارع. انا رايي الشخصي ان القناه، ان اون تي في دلوقتي بقت بتحرض زياده عن اللزوم، ومش متوازنه حتى في عرض الراي والراي الاخر. ده رايي الشخصي. رايي الشخصي رايك دلوقتي ان حاليا انا بقالي اسبوع بشاهد، شايف ان هي ما بتجيبش الراي والراي الاخر. هيقول لك احنا رحنا العباسيه وحاولنا نصور، بعدين كسروا لنا الكاميرات وكسروا لنا البتاع. طب ماشي، ما تنقلها عن طريق اي حد تاني يعني. ما بيجيبلكش مركز، لو تاخد بالك على الشاشه يجيب التحرير بس ومش جايب وانا بقول لبتوع العباسيه ما تكسروهمش الكاميرات، لان المفروض يحطوا الراي والراي الاخر يعني. القناه دايما تبقى مظبوطه لما تجيب الراي والراي الاخر. فانت بتنتقد القناه اللي انت بتمتلكها. في فرق بين ادائها يعني. بص، في فرق بين الملكيه هنا في مصر، في خلط. يعني في خلط بين الملكيه وبين الاداره. انا لا ادير قناه اون تي في، لا ادير، ما اقدرش اتدخل اي واحد يعني. انت وانا اقدر، انت بتشتغل، لو انت بتشتغل في اون تي في اقول لك كلام، والنبي يا معتز ما تقولش كده وقول كده، هترضى؟ لا مش هرضى طبعا. طيب مش هرضى. ويسري يرضى ولا يم يرضى؟ ممكن يسمعوني دلوقتي اقول لهم ابوس ايديكم هتودونا في داهيه، والبلد كمان مش بس انا يعني. ممكن اقول لهم كده يمكن يستجيبوا شويه ويهدوا، ويعني يجيبوا الناس تقول الراي والراي الاخر مثلا يعني. مش يعني هي مساله النهارده، فمساله مش بالغصب. هل انا معقوله مش متعاطف مع كل شهيد مات وكل واحد اتعور والمناظر اللي شفناها دي؟ اكيد. بس بقول ان طب وبعدين؟ زي يعني طلبات كمان، في طلبات فلازم الموضوع يتلم شويه. طيب على كل حال، وبعدين ممكن قضيتنا ممكن تبقى قويه قوي من غير شتائم، من غير تطاول، من غير حاجات كتير يعني. اشجع فيك النقد الذاتي، لان مش معظم الناس بيبقى عندهم الرغبه ان هو ينتقد شيء هو بينتمي ليه، لان ما فيش شك ان اون تي في ونجيب ساويرس يعني سواء فصل ما بين ملكيه واداره، انما اكيد هم كيان واحد في الاخر وفي الاول. شكرا.